السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة الحقيقة تيفي. اليوم جينا باش نتكلموا في موضوع الساعة من جديد، واللي هو طبعا قضية حساب حمزة مومبيبي. مؤخرا كيرجع حساب حمزة مومبيبي يخرج للواجهة من جديد، وكيحدث ضجة كبيرة وكبيرة مرة أخرى. وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شنو طبيعة هذا الحساب، فهو حساب كيشوه وكيحط للأسف صور الناس وفيديوهاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى العلن. قصد شنو؟ قصد طبعا الابتزاز النفسي والمادي خصوصا. ومن بين طبعا المتضررين بشكل كبير وكبير بزاف، على سبيل المثال كنذكروا ما وقع للمذيعة والإعلامية المغربية مريم سعيد، واللي بسبب هذا الحساب المشؤوم خسرات للأسف الشديد زواجها وكذلك العمل ديالها كمذيعة، وتعرضات للتعذيب النفسي اللي أثر بشكل كبير على حياتها الشخصية. دنيا باطمة وبعد ما ترفض ليها النقد وشافت راسها أنها صبحات على مشارف الدخول للسجن، فشنو قررت أنها تخرج مؤخرا بلايف حصري وتطلب فيه بالعفو الملكي مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. فغيقولوا لي هل يعقل أن طلب العفو يتوجه للملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا أن الشخصية غير أو الشخص اللي كيطلب العفو غير معتقل، اللي هي طبعا فدنيا باقية برا، ما دخلاش للسجن ومازال ما مشاتش للسجن وخارجة مباشر كتطلب فيه العفو الملكي. فسمحوا لي، هذه أول مرة صراحة كنشوفوها كتوقع في المغرب. ومباشرة من بعد هذا اللايف ديال دنيا كنشوفوا أن خرجات حملة شرسة ضد الفنانة سعيدة شرف، فما عرفناش علاش وشنو الأسباب والمسببات، فما عرفناش علاش. فبحكم المحكمة ومن بعد التحريات اللي قاموا بها طبعا رجال الشرطة التقنية والإلكترونية من حجز للهواتف وما إلى ذلك، فثبت أن دنيا متورطة ومشاركة في الحساب المشؤوم، بغات ولا كرهات. فاحنا ما غاديش نكذبوا الحكم القضائي ونصدقوا دموع المغنية في اللايفات. المغنية تهمت الزوج ديالها السابق أو الطليق ديالها التجسس عليها لصالح جهات أخرى، قصد الإيذاء ديالها باش يأذيها. وهنا من طبيعة الحال اضطر الطليق ديالها الترك أنه يخرج حتى هو في مباشر ويرد عليها ويكذب طبعا دموعها ومطالباتها أنها بغات تعيش في سلام مع بناتها وبعيدة على الصداع. فقال لها في هذا المباشر: اش من بنات اللي انتي كتهضري عليهم؟ ياك اصلا البنات جالسين في كازا غير مع خالتك، وانتي جالسه في طنجة كتشوفيهم غير مره في شحال، فماشي من حقك انك تهضري وتبكي وتخرجي علينا بدوك الدموع وتقول وتطالبي بالبنات ديالك وانك بغيتي تعيشي معهم في سلام. فانت اصلا ما كتشوفيهمش، هما عايشين في مدينه وانت عايشه في مدينه اخرى. وكذلك بين انه هو بعيد كل بعد على الاتهامات اللي وجهتها ليه المغنيه بالتجسس وغير ذلك، ووعدها انه غادي ياخذ البنات ديالو وان الحضانه ما غادياش تبقى معاها، بل هو اللي غادي ياخذ حضانه بناته حتى لو كلفوا الامر تدخل الانتربول. وكذلك في المباشر وصفها هي وعائلتها بأبشع الصفات، وداك الشيء طبعا كيبقى بيناتهم. وحتى في الخليج الآن
في برامج وقنوات إعلامية، فكيتكلموا وكيقولوا أن دموع دنيا في داك المباشر اللي خرجات به جات بسبب الخوف أولا من السجن، وثانيا خوفا من سقوط حضانة بناتها. وديك الساعة في الطليق الترك غادي يكون عنده الحق أنه ياخد بناته، خصوصا كيف ما قال الطليق كذلك أن المغنية قطعات صلة الأب ببناته وما بقاش شافهم من وقت موقع الطلاق. وفي الأخير كنبغي نقول أن حنا ما يمكنش نكذبوا القضاء المغربي اللي حاكمها ابتدائيا وحاكمها استئنافيا وترفض ليها النقد، ترفض ليها النقد اللي طالبات به. إذا حنا ما يمكنش تكون في نظرنا بريئة كيف ما كتدعي وكيف ما كتقول هي في اللايفات ديالها. وهي خصوصا أنها هي دوزات هاد المراحل كاملة وترفض ليها النقد كيف ما سبق لي وذكرت، وتحاكمات بسنة نافذة كيف ما كيعرف الجميع. هادشي ما يمكنش، راه ما يمكنش. وما يمكنش كذلك أن الأخت ديالها تكون حتى هي بريئة ودوزات وتحاكمات بعامين ديال السجن، خصوصا وأن هذا الملف ملف خانز، ما فيه ما يتسمع وما فيه ما يتشاف. هذا الملف ملف اللي خرج على بزاف ديال الناس وعلى حياتهم الشخصية والمهنية، ملف اللي بانت فيه عورات عباد الله واللي هي سرية وشخصية وما عند حتى واحد الحق فيها أو لا الحق باش ينشرها على العلن، ابتداء من سلطانة وزيد واللائحة طبعا طويلة. انتم عارفين كل الضحايا اللي كانوا الأولى اللي كل الناس اللي كانوا ضحايا هاد الحساب المشؤوم. يعني بلا ما نعاودوا هاد الفيلم المشؤوم مرة أخرى أو لا من الأول. وفعلا كاينين الناس دابا اللي كيطالبوا بإنجاز فيلم أو لا مسلسل على هاد القضية ديال حمزة مومبيبي، لأنه فعلا هذا مسلسل اللي تابعناه مدة 4 سنوات، تابعناه كاملين مدة 4 سنوات ابتداء من سنة 2020، وها هو اليوم تاني كيخرج من جديد وكيتحدى مرة أخرى. وأخيرا كنقول لكم شكرا على حسن المتابعة، شكرا على الدعم ديالكم طبعا، وما تنساوش طبعا اللايكات ديالكم والبارطاج على نطاق واسع. وشكرا، نشوفكم في فيديو قادم وفي قضية جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.